ده بيرفكت. هذه ثاني مره وانا كنشارك في هذا النشاط هذه الحمله ديال تحسيس المواطنين باش ما يسيبوش البلاستيك في البحر، لان خطر على الحوت والمحيطات. وانا جيت سعيد اللي نجزت هذا المجسم اللي ورائي كما كتشوفوه، وكنتمنى الميساج الحق ماشي غير الناس ديال طنجة بل الناس العالم ما يسيبوش البلاستيك، لان كارثه كتوقع في هذا الكوكب اللي كنعيشوا فيه، وغادي تقريبا غتوقع كارثه. هذا المجسم اللي كان كما قلت سابقا اللي كتشوفوا ورائي هو كيمثل طبعا راه واضح السلحفاه اللي كتعيش في البحر. نجزتو في واحد الوقت وجيز تقريبا شي اسبوع، حيت الوقت كان ضيق شويه، وتقريبا موجوده 600 قرعه ديال البلاستيك اللي وظفت في هذا المجسم، وانا جيت فرحان اللي نجزتو بهذه المناسبه. نتواجدوا اليوم بالشاطئ البلدي مدينه طنجة للحدث ديال تنقية وتنظيف الشاطئ ديال البلدي بالشراكه مع جمعيه ايسيد طنجة. الهدف من هذه الحمله كما كتعرفوا اولا جرين بيس اللي كيعرفاش هي جرين بيس الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هي تاسست في 2018 وهي جزء من شبكات ديال جرين بيس الدوليه اللي كتضم 29 منظمه اقليميه ودوليه واللي متواجده في اكثر من 51 دوله في العالم. والهدف من هذه الحمله هو تحسيس يعني الساكنه وصناع القرار بالخطوره ديال البلاستيك، وخصوصا البلاستيك الاحادي الاستعمال، لان حسب واحد احصائيه في 2019 من الامم المتحده العالم كينتج تقريبا 400 مليون طن ديال البلاستيك، وهذه الكميه كامله يعني واحد الجزء ديالها كبير كيرجع بلاستيك، يعني جزيئات بلاستيكيه اللي ما كيتعداش القطر ديالها 5 ديال المليمتر. وهذه الجزيئات كتنتشر في المحيطات في البريه وحتى في الاجساد ديال الناس وكتمتص المبيدات والمعادن الثقيله، وكتشكل واحد التهديد على الصحه وعلى المنظومه البيئيه العالميه. والهدف ديالنا انه يكون واحد الحوار، واحد التعاون مع صناع القرار في العالم باش ندفعوا التخلص التدريجي من هذا البلاستيك الاحادي الاستعمال، ونتجهوا في اطار يعني الحلول البديله اللي بلو ايكولوجيك. حاليا دابا حنا عندنا نشاط هنا في طنجة، وكاين نشاط في لبنان ونشاط في تونس في نفس الوقت، باش يكون عندنا واحد حمله تحسيسيه كبيره باش يوصل الصوت ديالنا لاوسع طبقه ان شاء الله. دخلنا بشراكه مع الفونداسيون جرين بيس هذه الحمله الوطنيه والعالميه من اجل القضاء على النفايات البلاستيكيه وانتاجها، باش نحميو المحيطات وحدود الطبيعه ديالنا، ونحميو الثروات السمكيه، ونوعيو الساكنه والفاعلين الاساسيين سواء المنتجين منتخبين او مسؤولين او مواطنين، باش يقلوا من انتاج واستعمال الاكياس البلاستيكيه وجميع المنتجات البلاستيكيه اللي هي كتشكل خطر على الثروه السمكيه وعلى المحيطات، وكتشكل كذلك خطر على الموارد الطبيعيه، لان انتاجها كيجي من المنتجات البتروليه، وبالتالي كتزيد استهلاك الثروات الطبيعيه واستنزاف الطاقه، والتاثير مباشر او غير مباشر على التغيير المناخي اللي اصبحت الساكنه على المستوى العالمي كتعاني منه، وكتنتج عنه ازمات وكوارث طبيعيه اللي ربما واجب التحسيس عليها. جميع من الصحافه من المستشارين من منتخبين او من المثقفين كذلك والفاعلين الميدانيين والجمعويين. كنشكروا جرين بيس اللي عاودت التجربه معنا من بعد تجربه 2019. التجربه كنطالبوا باش تكون تاخذ واحد المنحى وطني
ومن بعد اقليمي ومن بعد عالمي، تخلي الواقع ديالها في نفوس المواطنين وتجعلهم متحمسين ومتحسين وواعيين باثار المنتجات البلاستيكيه بصفه عامه. يوصلكم كل جديد على قناتكم شمال بوست. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب، وخليوا الاراء ديالكم في التعليقات.